دي تنهيدة اللي بعد المباراة. لان فعلا الواحد كان قاعد على اعصابه بطريقة مش طبيعية. بس انا هقول لكم كلمة، ابويا قالها لي الصبح، قال لي هما 6 ماتشات. هما 6 ماتشات، هموت نفسي عليهم بأي طريقة. لازم اكسب ال6 ماتشات. يا عم مش 6 ماتشات، لازم بص ابذل اقصى جهدي فيهم. ما عنديش مجال للتعادل، مش للخساره، للتعادل. ما عنديش، مش للتعادل بقى، ما عنديش مجال ان انا اضيع فرصه اصلا قدام الجول. الفرصه اللي هتضيع او النقطه اللي هتضيع منك خلال ال6 ماتشات دول، انت كده بعيد. طبعا النهارده كلنا قاعدين بنتفرج على الماتش. احنا طبعا، بص هقول لك على حاجه. انت بتتابع الدوري الانجليزي، تتفرج على الدوري الاسباني، بتشجع الدوري الالماني، بتبص بتستمتع بالدوري الايطالي. كده كده الايجيبشن ليج ده متعه خاصه. فاهم اللي هو حاجه كده ما مش موجوده في كره القدم اللي في الدنيا. فاهم؟ احنا الكره الوحيده اللي مش موجوده في العالم. احنا حاجه مختلفه عن الباقيين. انت قاعد بقى مستني الزمالك باي طريقه. قاعد مستني الزمالك هيلعب. خلاص التوقف الدولي خلص واتفرجنا على المنتخب وخلاص بقى التوقف الدولي خلص وهنرجع تاني وهنشارك وهنلعب وهما ال6 ماتشات بتوعنا. فانت عايز تشوف بقى حالة الفرقة لما ترجع تبقى عاملة ازاي. هل هتبقى بنفس الروح ولا لأ؟ هل هيبقى في استمرارية في الفوز ولا لأ؟ مش هكلمك استمرارية في الأداء بشكل كبير، لأن أنت ما عندكش استقرار في الأداء. أنت ممكن ماتش تبقى عالي أوي، ماتش تبقى نص نص، ماتش تبقى واطي. بس أنت عايز تشوف هل أنت هتستمر في المكسب ولا لأ. بالذات اللي أنت هتلاعب كمان فرقة رخمة، فرقة المصري. اهم لاعب عندهم اللي هو دغموم كان مش موجود النهارده. وممكن دي كانت اساسا نقطة ضعف قوية جدا جدا للمصري، ان اللاعب اهم لاعب عندهم مش موجود. فدي كان اداك ميزة اضافية عليهم، لان اللعيب اللي كان بيحرك الدنيا كلها هو مش موجود. ده من وجهة نظري، يعني انا من وجهة نظري ان خطورة المصري في دغموم مش موجود، يبقى كده الدنيا في الامان خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. الزمالك بيعمل رومونتادا على المصري بعد ما المصري اتقدم بهدف في الدقيقة 13 لمنظم طميم. الجون ده يتحمله 90% او 95% نص الملعب اللي ما كانش موجود طول المباراة. انا من وجهة نظري، انا ده اللي انا شفته طول المباراة. انا نص الملعب بتاعي مش موجود تماما نهائي، مفيش نص ملعب. اولا انت نازل قدام المصري او نازل قدام الفرقه اللي قدامك. برضه انا كلامي اللي انا بقوله كله هو من وجهه نظري انا. ممكن اطلع غلط وممكن اطلع صح، مش الله اعلم. بس ده من وجهه نظري. انت هتلاعب فرقه هي عندها اساسا حلول تانية، اللي هي تمريرات، عندها سرعات، عندها لعيبه بتعرف تستلم وتسلم بشكل كويس. فما ينفعش ان انت تلعب بواحد بس 6، او تلعب باحمد ربيع 6 وجنبه عبد الله السعيد 8. عبد الله سعيد مهما هتقول ومهما هتعمل ومهما هتوظفه، اذا كان 6 او 8 او حتى بلاي ميكر، مش هيديك النسبة اللي انت متخيلها، او مش هيديك الاداء اللي انت متخيله، لان خلاص السن بيحكم. فانت بتطلب من لاعب عنده 40 سنة يوزع مجهوده على مدار ال 90 دقيقة، فطبيعي مش هيقدر ينفذ لك المهام اللي انت عايزها منه. فانا كان من وجهة نظري ان كان لازم العب ب 2 6. يا عم انت ما عندكش 2 6. الشهيد محمود جهاد رجع مقعده على الدكه، حلو. بدأت الشوط الأولاني وأنت شايف واضحة جدا، واضحة إن أنت نص الملعب بتاعك مفقود تماما. جه من بسببه هدف تقدم للمصري. فالمفروض الشوط التاني على الأقل هنزل أعدي 5 دقايق، أول 10 دقايق يا عم، وهبدأ أنزل لاعب تاني 6. طالما أنت حطيته في السكور كمحمود جهاد يبقى هو جاهز، يبقى هو مش مصاب. هبدأ أديله. لكن ما نزلوش في الدقيقه 88 او الدقيقه 89. مش هيعمل لي حاجه كده، مش هياخد اساسا حساسيه ملعب. ده عقبال لما هيسخن الحكم هيصفر. فديت علامه استفهام. مش ما لقيتلاش اجابه هي. والتبديلات برضو، انت مفروض دلوقتي بتعمل تبديلات، او انت خلاص او انت قلت ان انا هلعب على التحول الدفاعي، او هدافع وهعمل تحولات هجوميه، هلعب على المرتده. فانا خلاص هلعب على المرتده، يبقى انا لازم اقفل الملعب، او لازم اقفل نص الملعب بتاعي. لازم يتقفل. ما هو مش هينفع العب على التحولات او هلعب على المرتده
وانا نص الملعب عندي 100 ساب بالشكل ده. فانت لو جيت خرجت احمد فتوح، صح معاك ماشي، احمد فتوح مش ظاهر بشكل كويس النهارده في نص الملعب، او ما كانش ظاهر بشكل كويس، فانت سحبته حلو. من وجهة نظري كنت تنزل بقى محمود جهاد في الوقت ده، وتسحب عبد الله، تنزل ادم كايد. هي الرئتين دولت في نص الملعب هيمشوا الدنيا شويه. على الاقل لو محمود جهاد ما قدرش يديك، او ما قدرتش تطلع بالتحولات الهجوميه بشكل كويس، بس عندك اتنين ستة بيدافعوا، هتبدا ترجع ورا. لان انت طول الشوط الاولاني الشوط الثاني انت وصلت الاستحواذ 25%، مش عارف لدرجه حراره مش درجه استحواذ. فانت على قد ما انت بتتفرج وشايف ان لا انت قلقان من الاداء اللي انت شايفه، او قلقان من الفرقه، انت 2-1 وممكن تيجي جون في اي وقت. انت بقى انت اول بالظبط كده من اول 5 دقايق، اول 5 دقايق انت لعبتهم بشكل كويس، كنت بتضغط، كنت الكرات التانية كنت بتكسبها بشكل كويس. بعد كده المصري مسك عليك الماتش كله، او لحد الدقيقه 30، لحد ما انت جبت الجون بتاع وداد الدباغ. فانت عندك الشوط الاولاني ما عندكش اي لاعب ظاهر بشكل ملفت الا خوان بيزيرا، وعلى فترات مش او لما الكرة بتجيله، خلينا اوضح في الكلمه، لما الكرة بتجيله بيظهر بيها بشكل كويس، اذا كان بيرقص، بيعدي، بيعمل الاسيست اللي جه منه هدف التعادل. فانت لما جت الدقيقه 30 بدات ان انت تلعب تاني بقى، بدات ان انت تضغط، بدات ان انت تعمل هجمات بشكل كويس، لحد ما جبت الهدف الثاني لناصر منسي. بمناسبة ناصر لعيب انا بحبه جدا جدا، وقلتها كتير، لان هو لعيب مجتهد، لعيب ما بيأس. لعيب مثلا اتفرج على الجون التاني اللي هو جابه، كرة لما ضاعت منه، او لما هو ما عرفش يتحكم فيها في داخل ال 18، اي مهاجم تاني، اي مهاجم مش هو لوحده، او مش حد بعينه، اي مهاجم تاني كان خلاص وقف الكرة، هو خسر الكرة، والكرة راحت هو في الستة، والكرة راحت على خط ال 18، هيقف مكانه مش هيتحرك. هيعتمد بقى ان اللعيب القريب للخصم هو اللي هيضغط. لكن هو راح واستخلص الكرة بشكل كويس وتسديدة. يعني الاجوان دي قليل قوي لما بنشوفها في الدوري المصري، الاجوان دي لما بنشوفها في اي دوري في العالم احنا بنقول عليها اهداف عالمية. لان هو فعلا كده، هو فعلا القطعه والاستخلاص والكره تاخدها على الطاير ومع لفه الوسط، لا جون عالمي. فانت مفروض من وجهه نظري برضو ان انت ما انت بتقرا الملعب بشكل كويس. انت النهارده انت افتقدت قرايه الملعب، انت الظروف خدمتك و وقدرت ان انت تعمل ريمونتادا، لكن في ماتشات تانية ممكن ما تقدرش تعمل ريمونتادا، ما تقدرش تسجل، ما تقدرش تلاقي اللعبة مش فايقة، تلاقي اللعبة بتضيع. فانت المفروض تقرا ده من اول الملعب، او من اول الشوط، او لما يبدأ تبدأ تشوف. في حاجة أخيرة بقى أنا عايز أتكلم فيها، ودي حاجة بصراحة بقى يعني بتخليني قاعد باكل في نفسي، يعني أنا قاعد عارف هشيط من كل حتة. ايه الميزه في اللي انا كحسام عبد المجيد او اي مدافع بيلعب ياخد الكرة يتقل عليها بالشكل المبالغ فيه قوي ده؟ انت بتهدي الريتم يا ابني، ما كده انت ما بتكسبش وقت، مثلا انت بتهدي الريتم. حتى مش هقول لك انت بتضيع وقت، لان انت لسه في الدقيقه الثالثه. هتضيع وقت ايه؟ ده لسه بدري. انت بتهدي الريتم وبتهدي الاداء وبتخلي اللعيبه الخصم بتاعتك اللي قدامك تتمركز، وتبدا تبص يمين وشمال، وتبدا تشوف هي واقفه صح ولا واقفه غلط. الاجوان ما بتجيش غير بالكور السريعه. بص على الاهداف اللي انت جبتها، هتلاقي الكرة كانت سريعه، فانت عملت دربكه للمدافعين، فقدرت ان انت تسجل. لكن طول ما انت رتمك بطيء مش هتقدر تعمل حاجه. وعلى فكره مش الماتش ده بس، ومش اول مره اتكلم فيها، انا اتكلمت فيها برضه قبل كده. لكن انا ايه الميزه في اللي انا هاخد من حسام عبد المجيد ادي محمد اسماعيل، محمد اسماعيل يدي حسام عبد المجيد، وحسام عبد المجيد يرجع للمهدي سليمان، المهدي سليمان يروح مدي ده مش تحضير، ده كده مش تحضير. ده مش تحضير اللي انت بتعمله ده. انت في اوقات الكرة بتبقى معاك، انت محتاج ان انت تلعب بشكل اسرع. فديت حاجة او علامة استفهام كبيرة الصراحة بالنسبة لي يعني. اول ماتش من الستة اللي باقيين، فاضل لنا 5 ماتشات، وعندنا ماتش مهم جدا 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 امام شباب بلوزداد. باذن الله التوفيق يكون معانا،
وربنا يكرمنا ونقدر اللي احنا نعمل نتيجة إيجابية في الجزائر، و... ونقدر نصعد للنهائي بإذن الله في الكونفدرالية. والخمس ماتشات هعيدها تاني، هم فاضلك 5 ماتشات، أنا هموت نفسي بكل الطرق عليهم، حتى لو ما قدرتش ان انا اوصل للدوري، بس هكون عملت اللي عليا. و... وبص، ما بخلتش بنقطة عرق، انا عملت كل اللي اقدر عليه. صدقوني الجمهور هو حتى لو انت ما خدتش الدوري او ما خدتش بطولة، بس بيشوفك اللي انت بتعمل اللي عليك، هو هيفضل في ظهرك كده كده، هيحييك، هيشجعك، هيرفعك. لكن لو شافك اللي انت بتأثر حتى لو هو حبك، هيهاجمك. هنرجع للنقطة التانية اللي الجمهور يهاجم فيها الإدارة ويهاجم اللعيبة. خلي المركب ماشية زي ما هي ماشية. موسم كلنا عارفين اللي فيه، موسم من أصعب مواسم اللي مرت في تاريخ نادي الزمالك من ساعة ما اتنشأ. مش هقول لك من ساعة ما أنا بدأت أشجع، لا، من ساعة ما اتنشأ لحد اللحظة دي، دوت يمكن أصعب موسم مر على نادي الزمالك. فكملوها، هم 5 ماتشات، الموضوع مش بعيد. عندك اهم ماتشين في ال5 ماتشات قدام الاهلي قدام بيراميدز، لازم 100% تكسب الماتشين دول، لازم تكسب الماتشين دول، ما عندكش حلول تانية. فلا انت لازم تكسب. ان شاء الله ربنا يكرمنا والدوري كمان يبقى من نصيبنا باذن الله السنه دي، وباذن الله باذن الله يبقى موسم للتاريخ لنادي الزمالك. مش هقول لك بقى عشان خاطر الاداره، عشان خاطر الجمهور اللي انا مش لاقي له منافس لحد اللحظه اللي انا بتكلم فيها دي. السلام عليكم.